السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو او اقول لكم على الكلام اللي انا جاي اكلمكم فيه النهارده، وجاي اقول لكم شوية حقائق كده وشوية اسرار كنت انا مخبياها، بس صراحة ما كنتش حابة ان انا اتكلم فيها خالص، وكنت حابة ان انا انهي الموضوع من غير ما اتكلم في اي حاجة. حابه بس ان انتوا تصلوا على النبي وتذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقبل ما نبدا الفيديو حبايب قلبي، اتمنى منك لو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركي في قناتي البسيطه، ان شاء الله هتعجبك. بتكلم عن التوفير والاكلات البسيطه والاقتصاد في الميزانيه، وازاي الميزانيه تكفيك لاخر الشهر. بتكلم في حاجات كتير في القناه دي، وقناه تانية استاذه التدبير والتوفير. لو لسه ما اشتركتش فيها روحي يا حبيبه قلبي، هيكون ليا الشرف ان انت تشتركي في القناه دي وتكبري عيلتي الصغيره. ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا كلها. طيب، حط لايك وصلي على النبي واشتركي في القناه. طيب، دلوقتي انا جايه اكلمكم على شويه اسرار ما كانش ينفع ان انا اتكلم فيها قبل كده. دلوقتي انا جايه اقول لك ليه اصلا، ليه انا كنت حامل ومخبيه، ماشي، وليه سقطت وخبيت، ماشي، وليه جوزي لما ضربني علقه موت وهو اللي سقطني، بسبب ان هو اللي سقطني وما رضيتش اتكلم في الموضوع ده كله، ماشي، ليه اصلا انا خبيت عليكم الموضوع ده كله. طيب، يا ترى انهي حاجه بقى حقيقيه؟ انهي حاجه ان انا اصلا ما كنتش حامل في الاساس، ولا انا كنت حامل ومخبيه عليكم في الاول، ولا ليه؟ ايه السبب اللي خلاني سقطت وما اتكلمتش وما عملتش فيديو بالموضوع ده وقلت ان انا سقطت؟ وليه خبيت ان جوزي هو السبب في موضوع السقوط، وهو اللي ضربني علقه موت وخلاني وخلاني اسقط وخلاني اسقط، وخفت ان انا اتكلم عشان ما اودهوش في داهيه واذيه يعني، واحبسه بالموضوع ده وكده. طيب، ليه انا خبيت عليكم الحاجات دي كلها؟ وانهي الحقيقه؟ فين الحقيقه؟ الحقيقه اصلا ان انا كنت حامل ولا ما كنتش حامل؟ وكل حاجه اقولها لكم مش هتكسف منكم من اي حاجه، انتوا اخواتي ما اقدرش اخبي عليكم اي حاجه. في الفترة ديت انا كان عليا هجوم كبير قوي، هجوم، بصوا مش قادرة اقول لكم. بصوا مبدئيا يا جماعة، اللي يخش السوشيال ميديا، ماشي، ويعمل فيديوهات وكده، لازم يتقبل اي حاجة ويبقى عارف ان هو متعرض للغلط في اي وقت. والله العظيم، مهما حتى لو انت بتتكلمي في فيديو توفير بعيد عن المشاكل وبعيد اصلا عن حياتك وبعيد عن كل ده، لو انت بتتكلمي عن فيديو توفير الناس هتخش تهاجمك وهتشتمك وهتغلط فيك. لو طالعه تقولي انا معايا جبت ذهب، اشتريت ذهب ومعايا فلوس وبجيب ذهب وبحوش وبوفر، ومثلا بعمل نص فرخه، بعمل الفرخه منها 3 4 وجبات، الناس هتخش تشتمك وهتكدبك. فمعروف ان انت هتعملي اي حاجه الناس هتخش تكدبك وهتشتمك. فانت لازم تكوني داخله السوشيال ميديا متقبله اي حاجه هتحصل فيه، وده اللي حصل معايا. بصوا بيندهوا على حد، بس هقفل وارجع لكم تاني. معلش يا حبايبي، كانوا بيندهوا بس على حد ميت وكده، فقلت اقفل بس على ما يخلص، يا رب بس ما يندهوش تاني. انا كده كل ما اجي اسجل فيديو لازم يحصل اي حاجه، الحمد لله خير من عند ربنا. طيب، انا دلوقتي حبيبه قلبي، لو انا طلعت دلوقتي وقلت لك ان انا ما كنتش حامل خالص، ما حملتش خالص، انت كده هتصدقيني؟ هتكوني مقتنعه بالكلام اللي انا قلته؟ طيب، لو انا قلت لك ان انا كنت حامل وسقطت وما رضيتش ان انا اقول منعا لمشاكل كانت هتحصل، هو كده برضو انت كده هتصدقيني؟ طيب، لو طلعت قلت لك ان جوزي هو اللي ضربني وسقطني وانا ما رضيتش اتكلم عشان ما افضحوش وما اجيبلوش مشاكل واكره الناس فيه اكتر ما الناس كانت كارهاه بسبب المشاكل اللي كانت في حياتي، انت كده برضو هتصدقيني؟ فمهما قلت ومهما عملت الناس ما بتصدقش. معلش يا جماعه، هقفل تاني. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنه يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طيب، انا طالعه بقى النهارده اكلمك في شويه حاجات كده كنت مخبيها عليكم، ما كنتش راضيه اقولها، بس مش كل حاجه هقولها عشان ما ارجعش افتح المشاكل تاني. انا زي ما بقول لكم الفتره اللي فاتت كان في مشاكل كبيره بيني وبين جوزي، زي اي مشاكل بتحصل في اي بيت، اي مشاكل، بس الناس ما بتصدقش. انا زي ما قلت لك، لما تخش اليوتيوب بصي لازم تتقبلي اي صدمات تجيلك او اي غلط او اي اهانات تجيلك. فانا كنت بطلع ارد برضه على الكلام اللي كان بيتقالي، لان كل حاجه بتقوليها الناس كانت بتكدبك فيها، كأن الناس دي عايشه ملايكه في بيوتها. يعني مثلا لما اقول مثلا حصل بيني وبين جوزي مشكله وعايزه رايكم وحلوا لي الموضوع بما ان انتوا اخواتي واصحابي،
فالناس تطلع تقول لا ام زد دي كدابه، كل حاجه انت كدابه، لا جوزك ما قالكيش، ده جوزك هتلاقيه حلو وانت اللي مفتريه، انت غيرتي فكرنا فيكي، احنا لغينا الاشتراك، احنا بعدنا عن قناتك، انت اتغيرتي، انت غيرت المحتوى، وانا ما كنتش غيرت المحتوى ولا غيرت اي حاجه، هو كانت قناتي وهو نفس المحتوى اللي انا بتكلم فيه، الروتين والتنظيم والتوفير وكل حاجه. بس انا كنت بطلع اناقش معاكم مشكله بتخصني، وكنت بقول لكم عايزاكم تفيدوني بما ان انتوا اخواتي وحبايبي. والله العظيم لما كان في يوم ما اتكلمش في مشكله، كنت الاقي الناس تكلمني على الواتس، انت مالك يا ام زاد، انت ما حكيتيش حاجه النهارده، طب انت في ايه، طب قولي لنا ايه اللي حصل معاكي، طب قولي لنا إيه اخبارك على الواتس. وفي ناس كانت بتكتب لي في التعليقات كمان، انت ايه يا ام زاد اللي حصل معاكي. حتى لما قريب من فتره كده حصل معايا مشكله وسبت البيت ورحت بيت يوم بره، لما جبت لكم في شقه كده، رحت قعدت فيها شقه فيها فرش وكل حاجه بسيطه كده، ورحتوا قعدت فيها يعني، وانتوا قلتوا لي يا ام زياد احنا عايزين نعرف انت ليه مشيتي من البيت، وايه اللي حصل لك، وايه اللي جرى معاكي. برضو سكت، ما رضيتش اتكلم في حاجه. انا لما بسكت الناس بتجرني وعايزين نتكلم، هم عايزين نتكلم. طيب انت ليه قلت من الاول ان في مشكله؟ لان انا مصوره في بيت تاني، وده برضو شغلي لازم اصور، وبقيت انزل بكروت الشحن، فالناس عايزه تعرف انت مالك، طب انت فين، ما الناس برضك لها حق تسال، بس مش كل حاجه انا هتكلم فيها، لان في حاجات انا مش عايزه اتكلم فيها. ورديت في التعليقات قلت يا جماعه كان حاصل سوء تفاهم، فانا مش حابه اتكلم في الموضوع. طب ليه بقى موضوع الحمل دوت انا خبيته، ان انا سقطت اصلا وما رضيتش اعمل فيديو بالكلام ده واقول لكم. طيب انا اول حاجه خالص لما كنت حامل، ما كنتش حامل في الاول خالص، ما كنتش حامل خالص، والناس دخلت تقول لي انت شكلك حامل ومخبيه، انت مداريه، انت بطنك كبيره، انت والله ما كنتش حامل، والله ما كنت حامل في الاول خالص. جيت بعدها بفتره كده في المشاكل اللي حصلت ديت، اما كشفت وكده لقيت نفسي ان انا حامل، ماشي مش عارفه، كنت حامل تقريبا في شهر و10 ايام في 40 يوم في حاجه زي كده. جيت بعدها بفتره انا كنت تعبانه، انا اصلا عندي ارتجاع في المريء، ومع الحمل كمان تعبني، انا اصلا ما بقدرش اخد نفسي لوحدي. تخيلوا بقى لسه داخله على الحمل، والحمل كل لما يكبر في بطنك برضو في مشاكل مع نهجان، مش قادره تاخدي نفسك، اللقمه تقيله على قلبك، لازم تاكلي لازم تعملي. وانا اصلا اليومين دول بحاول ان انا بفكر ان انا اروح جيم، او اروح اعمل تخسيس، لان بصراحه كل لما جسمي بيزيد كل ما بتعب، ما بقدرش اخد نفسي خالص، والله العظيم خالص. وانا اصلا من النوع اللي مهمله في نفسي، لا بكشف ولا بدور ولا اي حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا رجليا ورمه، اقسم بالله رجليا ورمه، ما بقدرش اقف عليها اعمل اكل لاولادي، بس غصب عني لازم اقوم اصور، لان ده شغلي ودي لقمه عيشي، لازم اقوم اصور واعمل كل، ورجلي ورمه والله العظيم زي ما بكلمكم. المهم في حاجات كتير الواحد مش بيرضى يتكلم فيها، لان انت كل كلمه الواحد بيقولها انت كدابه، انت بتحوري، انت نصابه، انت مش، مع ان الناس كلها عندها مشاكل، الناس كلها بتمر بالظروف، الا اذا انت بقى كنت انسانه يعني غير طبيعيه وما عندكيش مشاكل، لان المشاكل بتحصل في اي بيت. جيت بعدها بقى لما اكتشفت ان انا حامل، وكشفت لقيت نفسي حامل، الناس بقت تقول لي ايه، لا ده انت ما انتش حامل. يعني اصلا انا في الاول ما كنتش حامل، والناس بتقول لي انت حامل ومخبيه، ولما حصل وفعلا حملت، لا انت ما انتش حامل، انت كداب، انت حامل ازاي وانت في مشاكل مع جوزك. يعني الكلام نفسه اهانه وجرح كبير ليا. فبقيت اقول لهم يعني ايه، ما هو جوزي كان هنا قبلها وكان قاعد معانا قبلها عادي، وحصل مشكله بعدها والمشكله كبرت والدنيا اتطورت، وانا مش فاهمه ايه السؤال ده اصلا. فبرضه بقيت اطلع ارد بالكلام، ما برضاش ان انا اطلع من الفيديو عشان الناس كل حاجه انت بتعملها فيديو، ما كنتش برضه اطلع ارد بالاهانات دي كلها، وكنت بسكت خلاص، انا عارفه بيني وبين ربنا ايه خلاص، فمش عايزه اتكلم في حاجه. طيب جيت بقى بعدها بشويه حصل مشكله كبيره عندي، وما رضيتش اتكلم، لان الناس قالت لي يا ام زياد، في بعض الناس مش كل الناس، قالت لي يا ام زياد بلاش تتكلمي في اسرار بيتك، وبلاش تدخلي شغلك في اسرار بيتك، وخلي اسرار بيتك نفسك، ومش كل حاجه بقى انا ده حصل عندي كذا، وبلاش طاقه سلبيه ومش عارف ايه، احنا عايزين الفيديوهات اللي احنا متعودين عليها اللي انت بتنزليها. فخلاص بقى قررت ان انا ما انزلش فيديوهات ولا اقول اي حاجه، مع اني كنت في الفتره دي كنت سقطت، ماشي الحمل ما طولش عندي، كنت سقطت ماشي. طيب ليه اصلا ما طلعتش وقلت ان انا سقطت، وايه سبب السقوط اصلا؟ سبب السقوط دي حاجه خاصه، انا ساعتها قلت لكم في الفيديوهات، ما طلعتش اصلا وعملت فيديو ان انا سقطت ماشي، بس صورت لكم فيديو ان انا كنت تعبانه يا جماعه، تعبانه شويه، وقعدت في الفتره دي 3 ايام ما نزلش فيديوهات، لان انا كنت سقطانه وكنت تعبانه، وما رضيتش انزل فيديو بكده. ليه؟
لان في الفتره دي كانت الناس بتقول لي انت اصلا مش حامل وبتكدبي، وهتيجي بعد كام يوم ولا شهر ولا حاجه تقولي ايه انا سقطت اصل ما حصلش نصيب. طب هو اصلا ليه انا اكذب واقول انا حامل، وليه اكذب واقول انا سقطت؟ طب ليه اصلا؟ ايه الفايده من كده؟ ايه الفايده من ان انا حامل وسقطت؟ طب ايه هكسب ايه؟ هاخد فلوس؟ هلم فلوس؟ هلم مشاهدات؟ والله يا جماعه الحكايه مش كده خالص، بس الناس بتحب تزود كل حاجه وبتحط على الكلمه 10، هو ده الطبيعي بتاع الناس. وناس تانية تقول لي يا مزت طب طمنينا عليكي، طب الحمل في حاجه، طب عندك مشكله، طب اطلعي اتكلمي. لما بيحصل عندي اي حاجه، في ناس اخواتي بجد بيحبوا يطمنوا عليا وعايزين يعرفوا كل حاجه، يعرفوا طب انت مالك، ايه اللي جرالك. ففي حاجات كنت بقولها وفي حاجات ما كنتش بقولها. سبب سقوطي ده اهي دي حاجه انا مش هتكلم فيها ماشي، لان الحاجه دي بالذات سقوطي، ايه السبب في سقوطي ماشي. السبب في سقوطي ده هو كله بتاع ربنا في الاخر، بس السبب في سقوطي ده حصلت حاجه كبيره عندي، مشكله كبيره عندي بس خاصه مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي. ليه؟ لان انا دلوقتي يعني الامور هي تعتبر مستقره بيني وبين جوزي شويه، واي بيت ما بيخلاش من المشاكل يا جماعه. مش هقول لك ان انا النهارده انا وجوزي زي العسل بكره مش هنبقى زي الزفت، لا هيحصل، بيحصل في اي بيت. بنتناقش وبنتخانق في اي مشكله زي اي بيت، وبنوصل للطلاق وحاجات كتير ماشي. طيب فالمشكله اللي حصلت بقى ما اتكلمتش فيها، لان الناس كانت ساعتها بتقول لي بطلي طاقه سلبيه، ما تتكلميش في حاجه وما تعمليش وما تخليش. وناس تانية برضو الجزء التاني بقى يكلموني على الخاص، طمنا عليك يا ام زياد، طب في حصل حاجه للجنين، طب في مشكله. بقيت اقول لهم يا جماعه ما حصلش نصيب والحمد لله لغايه كده. طب في ايه السبب يا ام زياد؟ طب في حاجه كبيره. بقيت اقول خلاص يا جماعه الحمد لله لحد كده، وانا مش هتكلم في اي حاجه، حتى على الخاص برضو ما كنتش عايزه اتكلم ماشي. فما طلعتش ولا عملت فيديو بالصوت ولا اي حاجه. ففي ناس لغايه الان ما تقفش يا ام زياد على رجلك عشان الحمل، اتغذي يا ام زياد، بلاش الفيديوهات اللي انت بتعمليها عشان تغذي الجنين اللي في بطنك. يا بنتي بلاش تشتغلي في شغل البيت كتير وتتعبي عشان انت حامل. لقيت ناس كتير بصراحه داخله وبتسال على موضوع الحمل وعايزين يطمنوا عليا، يعني ما تقفش كتير، ما تشتغليش كتير عشان خاطر انت حامل وكده. فانا بطلع بقول على العلن اهوت، انا يا جماعه خلاص ما حصلش نصيب. والسر اللي خلاني ما حصلش نصيب، انا مش وقعت من على السلم ولا حاجه، لان جيت ساعتها لما الناس سالوني انت سقطتي ليه ومش عارفه، قلت انا وقعت من على السلم. فدي الحاجه الوحيده بصراحه اللي انا كدبت عليها فيكم وخبيت عليكم الحته دي. كان حصل موضوع كده فانا مش هتكلم فيه، دي حاجه خاصه بي ماشي، مش هتكلم فيه، كان حوار كبير يعني، فمش هتكلم واقول ايه سبب السقوط. طب انا طالعه ليه اعمل فيديو دلوقتي طالما مش عايزه اقول؟ لان في ناس كتير مفكره ان انا حامل لغايه دلوقتي. انت تخنتي يا ام زياد، انت شكلك هتجيبي ولد، انت شكلك هتجيبي بنوته، انت مش عارفه ايه. فانا طالعه اتكلم بقول يا جماعه انا جسمي ممكن تلاقوني فتره خاسه وتلاقوني فتره زايده، ده بسبب القولون اقسم بالله العظيم بسبب القولون. فانا لو انا هخبي ليه اصلا يعني؟ انا لو سقطت طب هخبي ليه؟ الناس دايما تطلع تكذب في كل حاجه، وانتوا في ناس بعضكم بتصدق التعليقات، بتشوف التعليقات فبتصدق اي كلام وخلاص. فانا طالعه بقول لكم بنفسي انا كنت حامل بس ما حصلش نصيب. انا يمكن في الاول لما لقيت نفسي حامل في المشاكل دي زعلت، بس بعد كده لما الامور استقرت شويه فرحت، قلت ده خلاص ده خير من عند ربنا، وربنا يرزقنا برزقهم والكلام ده كله. فسبحان الله لما سقطت زعلت، ولما حملت في الاول زعلت ماشي. طيب اللهم صل على النبي. خبيت ليه؟ زي ما قلت لك دي حاجه بتاعتي وانا مش حابه اتكلم فيها عشان ما افتحش باب للمشاكل كبير. لو انا اتكلمت في الموضوع ده هفتح باب للمشاكل كبير قوي، فانا مش حابه اتكلم فيه ولا على الخاص ولا قدام الناس ولا اي حاجه. فانا دلوقتي طالعه بعرف الناس ان انا خلاص يا جماعه كنت حامل وما حصلش نصيب، والحمد لله انها جت على قد كده. كان ممكن الحمل ده يسبب لي في مشاكل، لان انا يا جماعه انا تعبانه شويه يعني، انا عندي ارتجاع. ممكن حد يقول لي هو الارتجاع؟ يا جماعه والله العظيم انا ساعتها لما كان الحمل موجود بعيد عنكم الارتجاع كان ازم، مش عارفه اخد نفسي. وكل لما تزيدي في الحمل كمان كل لما المشاكل بتكتر عندك ماشي، بطنك بتكبر، بيبقى حمل عليكي، مش قادره تتنفسي. انا اصلا دلوقتي مش عارفه باخد نفسي بالعافيه. وانا كمان سبب ان انا مش عارفه اعمل لايفات، ان انا بقعد في اللايفات 3-4 ساعات متواصلين اتكلم، ده برضو بيتعبني، بيخليني مش قادره اخد نفسي. ففي حاجات فالارتجاع مأثر عليا في حاجات كتير.
فانا الحمد لله راضيه بقضاء ربنا، وراضيه باللي ربنا يديهولي، وراضيه بكل حاجه الحمد لله. بس كان في كام نقطه طالعه اتكلم فيهم عشان الناس تبطل هري في التعليقات شويه. ده في واحده لما تقول لي اقعدي يا ام زياد ما تقفيش عشان خاطر الحمل، حد تاني يخش يرد عليها في التعليقات يقول لها مش لو كانت حامل اصلا، دي بتكذب وبتعمل افلام عليكم. طب هو انا هعمل فيلم على الحمل ليه؟ انا هستفاد ايه؟ هستفاد ايه؟ ولما سقطت دلوقتي طب هستفاد؟ ما انا كان ممكن برضك اطلع واعمل فيديو واقول انا سقطت ومش، بس ساعتها كانت الناس مش هتصدق، لان الناس اصلا ما كانتش مقتنعه ان انا حامل. بس انا قعدت 3 ايام ما كنتش قادره ان انا اصور فيديوهات خالص، وكل ده بيأثر على قناتي على فكره. الربح بيقل، المشاهدات بتقل، لان انا دلوقتي شغاله زي ايه، زي يا جماعه بالانتاج. انا شغلي بالانتاج. اشتغلت الفيديو بيجيب لي فلوس، ما اشتغلتش الفيديو، مع ان الفيديو بيجيب لي سنتات والله العظيم سنتات، بس انا بقول سنت على سنت على سنت هيعملوا حاجه احسن من ما فيش خالص. فاهمين قصدي؟ انا ماشيه كده. فادعوا لي، ومش كل حاجه تكدبوها، انت بتعملي افلام، انت بتعملي حوارات، انت مش عارفه هنستفيد بايه، قناتك هتكبر وتلم مشاهدات. انتوا شايفين قناتي ايه؟ مليونيه. الناس اللي بتعمل ترندات دي اللي قناتها مليونيه يا جماعه بتاخد الترند اكتر واكتر، لكن احنا قناتنا ضعيفه، قنواتنا بسيطه ضعيفه. يعني مش كل حاجه تعملوا عليها كده. وانا لغايه دلوقتي بقول لكم يا جماعه الحمد لله انا كنت حامل سقطت. هقول لكم مش لازم اتكلم في السبب اللي انا سقطت بسببه، انا مش وقعت من على السلم ولا حاجه، بس ده موضوع خاص بيا انا مش هتكلم فيه. تمام كده. الحمد لله انا جت على قد كده. وبرده بالنسبه لهنا اختي يا جماعه، هنا اختي كانت حامل وسقطت، ده كمان حوار، قولوا حوار بقى. هنا اختي برده كانت حامل وما حصلهاش نصيب، الحمد لله، ادعوا لها ان ربنا يكرمها. انا بالنسبه لي ربنا كرمني ما كرمنيش مش فارقه معايا، لان انا عندي زاد ويارا، ربنا يخليهمني وما يحرمني منهم يا رب. فالناس اللي هتقول لي بقى خلي بالك من الوقفه عشان الحمل، لا خلاص ما فيش حمل يا جماعه. الناس اللي بتقول لي طب انت جسمك ملا، انت هتجيب بنوته، انت هتجيبي جسمي، ممكن تلاقوه فتره قليل، ممكن تلاقوه زايد شويه في اللبس. انا عندي القولون يا جماعه، عندي قولون عصبي، عندي قولون بعيد عنكم شديد، لا يعني مش يعني ايه، اكل اي لقمه بتعب مع ارتجاع المريء، جسمي بينتفخ من بق ميه، بينتفخ. ممكن تلاقوني فتره منفوخه قوي، بطني منفوخه وجسمي منفوخ، ممكن تلاقوني فتره عاديه انسانه طبيعيه، هو القولون بيعمل معايا كده. فالحمد لله على كل حال، راضيه باسمتي ونصيبي، الحمد لله على كل اللي ربنا يديهوني، الحمد لله اكتر من كده راضيه، اللهم لك الحمد. فدي كام نقطه كنت طالعه ان انا اوضحها لكم عشان الناس تعرف كل حاجه يا جماعه، والناس تبطل تسال تاني اذا كنت حامل او هجيب ايه ومش هجيب ايه والكلام ده كله. فهو ده الفيديو بتاع النهارده، كنت حابه ان انا اوضح لكم عشان الناس ما تكونش واخده افكار غلط. واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.